السلام عليكم الغزالات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذه الحلوه سهله واقتصاديه، تقدروا تحضروها للغوتي في واحد الوقت اللي هو قياسي ومكونات سهله. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنسوش تنضموا ليها بالضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات البنات عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده. تقدروا تستعملوا الزبده اللي بغيتو نتوما. انا عندي هنايا استعملت هاد الزبده هذه، وكيف لاحظتوا معايا العلبه عندي ناقصه منها واحد المعلقه كبيره. غادي نضيف ايضا 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث وكاس الا ربع ديال السكر اللي عندي مطحون. وصافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنايا ضفت واحد الساشي ديال الفاني للتنسيم. كنخلط المكونات حتى كينسجموا لي. صافي من بعد ما كنحصل على هذا القوام هذا كيف كتلاحظوا معايا كريمي، غنضيف عليهم كأس ديال الزيت وغادي نعاود نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجم لي داك الزيت مع المكونات اللي عملنا في الاول. صافي البنات كيف لاحظتوا معايا المكونات ديالي كاملين انسجموا لي وعطونا هذا القوام هذا. غادي نبدا نضيف مباشره الدقيق. كيف لاحظتوا معايا غادي نضيف 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق في الاول، ومن بعد غادي نبدا نضيف حتى نحصل على القوام ديال العجينه اللي بغيت انا. وغادي نضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات بوزن 8 غرام. صافي كنغربل هاد المكونات وكنبدا نجمع العجينه ديالي على هاد الشكل هذا. هنا كيف لاحظتوا معايا العجينه ديالي باقي خصها الدقيق، لذلك غادي نضيف الكاس الرابع. بطبيعه الحال كنغربلو الدقيق وصافي غادي نعاود نجمع. هنايا غادي نضيف نصف كاس ديال الدقيق وصافي غادي نعاود نجمع العجينه ديالي. صافي البنات هنايا غادي نجمع لاخر مره، ما غاديش نعاود نزيد الدقيق. في الاخر كنتحصلوا على هاد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. صافي هنايا مباشره غادي ندوز باش نشكل الحلوه ديالي. كيف كتلاحظوا معايا كنشكلها على شكل كريات اللي يكونوا متساويين. اذا كان عندكم الميزان غادي يكون احسن باش يجيوكم في نفس القياس. من بعد ما كنشكل هاد الكريات غادي نجيب المرشم اللي غادي نرشم به الحلوه ديالي. انا استعملت هذا المرشم هذا، نتوما تقدروا تستعملوا اي مرشم عندكم وكتفضلوه. صافي كنحط الكويرات في هاد المرشم هذا كيف كتلاحظوا معايا باش كيعطيني هاد الزواقه. صافي البنات كنستمر على هاد الشكل هذا حتى كنهي الكميه ديال الحلوه اللي عندي كامله. كيف لاحظتوا معايا الزواقه كتجي مزيونه بهذا المرشم هذا. وبطبيعه الحال كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار تستعملوا اي مرشم عندكم في الدار. صافي البنات من بعد ما كنسالي كنستف الحلوه ديالي كامله في اللاطه، كندخلها للفرن اللي كيكون عندي مسخن من قبل. كنخليها حتى كتحمر من التحت وعاد كنحمرها من الفوق. صافي البنات كيف لاحظتوا معايا هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن. كيف لاحظتوا معايا خليتها تاخذ فقط واحد اللون الذهبي من الفوق ومن التحت. اما بالنسبه للتزيين انا فقط غادي ندوزها في السكر الناعم. كيف كتلاحظوا معايا كيجي الشكل ديالها مزيون على هذا الشكل هذا. واذا بغيتوا تحتفظوا بها على هذا الشكل يعني بلا ما تدوزوها في السكر كيبقى لكم الاختيار. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنسالي الكميه ديال الحلوه اللي عندي كامله.
وصافي حبيباتي، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركت معكم اليوم. كتجي لذيذه بزاف ومزيونه، كنتمنى تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش بتعاليقكم ولايك للفيديو، وكذلك تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. شكرا على المشاهده، الى الفيديو القادم ان شاء الله.